تطلب فيها تجهيز معسكرات لتطويع أو عقود ل 37 ألف منتسب بأعمار من 20 سنة وما فوق إلى 30. هل هناك نية لضخ دماء جديدة في وزارة الداخلية؟ تحدي الأعمار الموجودة أو تحدي الأعمار منتسبي وزارة الداخلية هذا أول تحدي ضمن خطتي لبناء وزارة الداخلية. هذه الخطة هي أنه نضخ دماء جديدة. لدينا تعرف من 2015 ما صار أكو تطوع لوزارة الداخلية، بالنتيجة أكثر اللي موجودين في الوزارة أعمارهم تجاوزت سن 40، وفي هذه الأعمار أكثر المنتسبين يعانون قد من أمراض، ما يمتلكون القابلية البدنية اللي تأهلهم لتنفيذ واجباتهم. وأعطيتم المئات من الجرحى أثناء عمليات التحرير. إضافة إلى أكثرهم جرحى ومرضى. أفضل طريقة حتى نضخ دماء جديدة اختارينا الأعمار 18 و19 و20 و21 و22، 5 أعمار. هذه نفتح باب التعاقد، مو تطوع وإنما تعاقد. اللي يرغب بهذه الأعمار نتعاقد وياه لمدة 3 سنوات إلى 5 سنوات بعقد بمبلغ براتب مقطوع 500 ألف دينار للشرطة المحلية فقط. ما راح تكون هذا، ما راح يكون للشرطة الاتحادية أو الحدود أو ليس للقوات القتالية. لا، مو القوات القتالية، الشرطة المحلية، المرور، النجدة، الدفاع المدني، حماية المنشآت. هذه الأعمار أعمارهم كبيرة، لذلك احنا بحاجة إلى ضخ دماء جديدة. وبعد إقرار ضفناها في الموازنة، وإن شاء الله بعد إقرار الموازنة نباشر في كل محافظة بمحافظتها ونبدي بتدريبهم وتجهيزهم حتى ينزلون الشارع. ملف الحدود أيضا هذا من الملفات الشائكة. هل اليوم القوة المسؤولة عن ضبط الحدود هي وزارة الداخلية من خلال قيادة تعرف بقيادة قوات الحدود؟ هل اليوم هذه القوات مكتملة العدد؟ هل تستطيع ضبط الحدود بشكل كامل مع كل دول الجوار؟ لدينا حدود طويلة مع تركيا، مع سوريا، مع المملكة الأردنية الهاشمية، مع المملكة العربية السعودية، مع الكويت، ومع الجمهورية الإسلامية في إيران. وهذه أطول حدود عندنا مع الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن احنا نركز على الحدود العراقية السورية، لأنه هذه الحدود